رمضان جانا هي اكتر اغنيه بنسمعها بمجرد دخول شهر رمضان، لكن برغم كده في ناس كتير ما تعرفش الحكايه اللي ورا الاغنيه. رمضان جانا هي من غناء المطرب محمد عبد المطلب اللي اتولد سنه 1910 في شبرخيت محافظه البحيره. الاغنيه من الحان الموسيقار محمود الشريف وكلمات حسين طنطاوي، لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش ان الاغنيه في الاصل ما كانتش هتبقى لعبد المطلب. الاغنيه في الاصل كانت للمطرب احمد عبد القادر، الا انه رفضها بعد ما عمل اغنيه وحوي يا وحوي، فحس ان هو هيكرر نفس الفكره فقرر ان هو يديها لمحمد عبد المطلب. لكن في الحقيقه محمد عبد المطلب كان متردد جدا في تقديم الاغنيه بسبب خوفه من مقارنتها باغنيه وحوي يا وحوي. في الوقت ده البلد كانت بتعاني من سوء الاحوال الاقتصاديه بسبب الحرب العالميه الثانيه، وكان في حاله ركود عام، فاضطر محمد عبد المطلب ان هو يغنيها عشان كان محتاج ل6 جنيه اجر الاغنيه، لكنه ما كانش متوقع منها اي نجاح. واتذاعت فعلا اغنيه رمضان جانا يوم 2 رمضان سنه 1943 وحققت نجاح عظيم جدا ما كانش اي حد يتوقعه ولا محمد عبد المطلب ذات نفسه. اتوفى عبد المطلب سنه 1980، وفضلت رمضان جانا عايشه معانا لحد دلوقتي عشان تبقى ايقونه رمضانيه ثابته عبر الاجيال واهم علامه من علامات شهر رمضان. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وقولوا لنا ايه اكتر حاجات بتحبوها في شهر رمضان.